السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم في المنام عن التذكرة، ورؤية التذكرة يا جماعة من أحب الرؤى، لأن احنا بنقطع التذكرة، سواء تذكرة سفر، مسافرة للخارج، راكبة الميكروباص وقطعت التذكرة، مسافرة من بلدك لمصر لمكان تاني، اي مكان تاني فمن انتقالك من حال لحال افضل ومن مكان لمكان احسن. طيب لو البنت العزباء شافت انها بتقطع تذكرة وفيها التاريخ، دي امنية انت بتتمنيها عما قريبه هتتحقق ليكي، وظيفة مستنياها، شغل، يعني حاجة انت مقدمة عليها وكنت فاقدة الامل فيها هتجيلك باذن الله، موعدها قرب. لو التاريخ مكتوب على التذكرة يبقى ده تاريخ ميعاد الحاجة اللي انت دعيتي بيها وهتجيلك. طيب لو اشتريتي تذكرتين او قطعت التذكرتين، ده دليل على خطوبة او زواج ليكوا قريب جدا، بالذات لو التذكرة برضك نفس المكان عليها التاريخ، هيبقى التاريخ ده ميعاد خطوبتك او زواجك قريب. طيب لو التذكرة دي انت قطعاها للسعودية او ان انت رايحة تعملي عمرة، دي قضاء حاجة ربنا هيقضاها لك. كلمة السعودية السعادة اللي انت هتبقي فيها، والنصرة والفرحة اللي انت هتبقي فيها. طيب للست المتزوجة، لو شافت انها بتقطع تذكرة للسفر، فده انتقالها من حال لحال افضل. لو مستنية وظيفة هتجيلك. لو جوزك ناوي على سفر وانت كنت دعيتي، ربنا بيبشرك انه موضوع السفر بتاعه هيمشي، بالذات لو التذكرة عليها التاريخ بتاع التذكرة، فده هيبقى ميعاد موعد اللي هو ايه، ان هو هيسافر. والله اعلى واعلم. تحقيق الاماني ليكي، بشارة ليكي بالخير والرزق اللي داخل عليك وعلى الاسرة بتاعتك جميعا. لو عندك طالب في دراسة وشفت ان انت بتقطع التذكرة والتذكرة فيها التاريخ، اعرف ان التاريخ ده هو مجموع ابنك بالنجاح والتفوق ليه بإذن الله. طيب للأعزب لو شاف نفسه ان هو قطع تذكرة ومعاه تذكرة، ده انتقالك من مكان لمكان اخر واحلى، مستني سفر هيجيلك. لو جالك ان انت قطعت جواز السفر او معاك جواز السفر، اعرف ان ربنا كرمك وهيكرمك ان انت مسافر، ان انت ربنا يرزقك والخير والفرحة داخله عليك باذن الله. طب لو انت مش متزوج وقطعت تذكرتين، اعرف ان ليك خطوبة او زواج قريب جدا وحاجة كويسة. مستني وظيفة هتجيلك. هتعمل مشروع ربنا هيكرمك فيه وهيرزقك فيه من حيث لا تحتسب. دي رؤية التذكرة يا جماعة، فالله أعلى وأعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس والاشتراك يا جماعة. عندكم كلمة الاشتراك بالأحمر، يا ريت تتكوا عليها وتشتركوا، واللايك عشان يوصلكوا كل فيديو جديد أنا بنزله. واللي عنده أي استفسار أو أي رؤية، في آخر الفيديو من تحت في التعليقات والكومنتات تحت يكتب الرؤية بتاعته او السؤال بتاعه، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. والله اعلى واعلم.